سنة 1425 كان في تاجر اسمه أحمد ابن الهميم. التاجر ده كان بيتاجر في الصابون وبعض المواد الأخرى، وكان بيتنقل من طرابلس في الشام إلى مصر. التاجر المصري ده في رحلة عودته من الشام إلى مصر، وقبل ما يوصل ميناء دمياط اعترضوا بعض القراصنة من قبرص واستولوا على كل بضاعته. وقتها قرر التاجر أحمد بن الهميم إن هو يروح يقابل السلطان المملوكي الأشرف بيرسيباي في يوم المظالم ويعرض عليه قصته. السلطان الأشرف بيرسيباي بمجرد ما سمع القصة الدم غلي في عروقه وغضب جدا، وقرر إن هو يلقن القراصنة في قبرص درس قاسي جدا. عشان كده أرسل 3 حملات لفتح جزيرة قبرص. الأولى والثانية كانت استكشافية، أما الثالثة كانت الأضخم والقوة من حيث العدد والعدة والعتاد والسفن. وبالفعل نجح الجيش المصري المسلم بقيادة القائد العظيم ابن بنت الإكسرائي إنه يفتح جزيرة قبرص. ومش كده وبس، ده قدر إن هو يأسر 3000 أسير وكمان الملك جانوس القبرصي. فتح قبرص كان عظيم جدا، لأن جزيرة قبرص الصليبيين كانوا واخدينها قاعدة لمهاجمة المسلمين في الشام ومصر. السلطان المملوكي الأشرف بيرسيباي قرر إن هو يعفي عن الملك جانوس، بس بعد ما يدفع فدية قدرها 200 ألف دينار. ورجعوا السلطان الأشرف بيرسيباي يحكم قبرص، لكن بتبعية واضحة ومباشرة لمصر، يعني دولة المماليك. وفضلت تبعية قبرص لمصر حتى عام 1517، وده بعد هزيمة المماليك في السنة دي على ايد العثمانيين، واصبحت مصر الكبيرة من دولة المماليك اصبحت مجرد ولاية عثمانية. ودي بقى كانت حكايتنا النهاردة عن فتح قبرص في عهد دولة المماليك.